أسعد الله أوقاتكم محبتي متابعينا ومشاهدينا الأعزاء في كل مكان. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. رجعنا وإياكم وحلقة جديدة من برنامجنا جاوبني وأربح. طبعا حلقتنا لهذا اليوم هي برعاية مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي الراعي الرسمي لهذه الحلقة. طبعا متواجدين احنا اليوم في شارع الشهداء، حيث إقبال المواطنين لهذا اليوم مستقبلين عيد الفطر المبارك من أجل التبضع والتسوق لاستقبال هذا العيد. لذلك حلقتنا لهذا اليوم سوف تكون فيها الأسئلة عامة، إضافة إلى بعض الأسئلة التي تخص الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والتي نعيش في هذه الأيام ذكرى استشهاده. إذن راح ناخذ أول متسابق، لكن بعد ما ناخذ هذا الفاصل ولنا عودة وإياكم. هذه الحلقة برعاية مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي. العنوان: محافظة ديالى، قضاء بلد روز، شارع الشهداء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم أجمعين. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، ينعاد علينا بالصحة والسلامة إن شاء الله للجميع إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. طبعا احنا من كادر يوميات أهل بلد روز الثانية. برنامجنا هو مسابقات جاوبني واربح اسمه. راح أعطيكم سؤال، وإذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون جائزة مقدمة من مجوهرات ناظم المندلاوي، حاج ناظم المندلاوي. بالبداية أنتم متابعين البرنامج؟ نعم. شنو رأيك بالبرنامج؟ برنامج كلش حلو رائع إن شاء الله، يعني جدا يعني حلو البرنامج. حلو. راح أبدأ وياكم بالسؤال مباشرة حتى ما أريد أطيل عليكم. السؤال يقول: ما اسم أول معركة خاضها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في زمن خلافته؟ ما اسم أول معركة خاضها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في زمن خلافته؟ معركة بدر. معركة أحد. نبتوا لي على إجابة واحدة، اثنيناتكم تقولوا على إجابة واحدة يعني حتى. معركة بدر. معركة أحد لو معركة الطف. للأسف الإجابتين غير صحيحة. حظ أوفر إن شاء الله بالمسابقات الأخرى. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العيون يستاذ. رمضان كريم. علينا وعليكم والله أكرم. رمضان كريم. علينا وعليكم. رمضان كريم. علينا وعليكم. طبعا احنا من كادر يوميات أهل بلد روز الثانية. برنامجنا هو مسابقات. قبل لا أبدأ أنه أسرد قضية أنه برنامجنا وكذا، بدأ متابعين البرنامج؟ اي نعم متابعينه. حلو. بما أنه أنتم متابعينه راح فقط أذكركم أنه الحلقة لهذا اليوم هي برعاية مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقة. يعني أعطيكم سؤال، وإذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون جائزة مقدمة من مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي. إن شاء الله مستعد؟ تمام. هاي مستعد؟ مستعد إن شاء الله. مستعد؟ مستعد. يلا السؤال يقول: كم تبلغ كمية الدم في جسم الإنسان البالغ؟ قصدك كم لتر؟ أي. يعني نقول 500 سي سي. 25. 13. بعد حاول. يعني قصدك باللتر لو بالسي سي؟ هو باللتر. خلينا نقول 15 لتر. لكن للأسف إجابة غير صحيحة، وحظ أوفر إن شاء الله بالمسابقات الأخرى. شكرا جزيلا حبيبي. على راسي الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله، ويعود علينا وعليكم بالخير والمحبة والإيمان إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة محمد إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. طبعا احنا من كادر يوميات أهل بلد روز الثانية. برنامجنا اللي هو اسمه جاوبني وأربح. أعطيكم سؤال، وإذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون جائزة مقدمة من مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقة. لكن قبل لا أبدأ السؤال وياكم، شلون كان شهر رمضان وياك؟ والله الحمد لله وخير وبركة ويعود علينا وعليكم إن شاء الله بالأمن والأمان إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. طبعا قبل لا هم كذلك أسأل، عندي سؤال ثاني عفوا. شنو اشتغلته؟ والله بالمستشفى أجور يوم عقد. ربي يوفقك إن شاء الله. حتى ما أريد أطيل عليكم راح أبدي وياك بالسؤال. السؤال يقول: من هي
والدة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟ طبعا هذا السؤال اللي سألته لأنه احنا تمر علينا هذه الأيام ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فالسؤال يقول من هي والدة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟ والدة الإمام علي بن أبي طالب فاطمة. فاطمة. طبعا أنت وصلت للإجابة لكن أريد إجابة كاملة. فاطمة بنت منو؟ ناخذ حتى يساعدك صاحبك. فاطمة بنت أسد. حلو. فاطمة متأسف. حلو، إجابة كانت صحيحة. ألف مبروك، ربحتوا ويانا جائزة مقدمة من مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي. شكرا أستاذ. دقيقة وين راح يصفر له؟ مشكورين. طبعا شجعوك الشباب هنا، تستحق تشجيع. ألف مبروك. كلمة أخيرة. والله مشكورين وبرنامج حلو، والله يوفقكم ويوفق برنامج مالكم ان شاء الله بالاعلى والاعلى. شكرا جزيلا حبيبي. الله يبارك فيك. إذا أحبتي المتابعين لا زلنا مستمرين وإياكم وحلقتنا لهذا اليوم. طبعا حلقتنا لهذا اليوم هي برعاية مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي، واليوم متواجدين كذلك في شارع الشهداء وناخذ متسابق آخر. تعالوا ويانا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بشكل عام والشعب العراقي بشكل خصوص حبيبي الإسلام. آمين يا رب العالمين. خلونا البداية نتعرف على اسماءكم. نهاد. حبيبي نهاد. أسامة وياك استاذ. أسامة حبيبي على راسي، شرفنا بكم. طبعا احنا من كادر يوميات اهل بلد روز الثانيه، برنامجنا اللي هو مسابقات اسمه جاوبني واربح. اعطيكم سؤال واذا جاوبتوا على السؤال راح اعطيكم جائزه مقدمه من مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. حتى ما اطيل عليكم راح اعطيكم السؤال مباشره. ما هو الحيوان الذي لسانه اطول من جسمه؟ ما هو الحيوان الذي لسانه اطول من جسمه؟ ما أعرفه. فكر خلي اشرح. نوع من السحليات السحلية. شوف انت من تسالني السؤال يعني راح خليك لك اي ما يفهم. نوع من السحليات. نعم. أتوقع نوع من السحليات تكون موجودة بغابات الأمازون، تكون عندها 4 رجلين ويصير لسانها كلش طويل بس لا يحضرني اسمها. انا اريد توصل اجابه الى انه اسمها. والله ما عندي اسمها. يعطوك الاجابه ولا لا؟ لا بعد ما مطير الإجابة. لا أنا والله. مو؟ أي والله. خلينا ما يدخلون على القوا قالوا هاي اصلا. أي لا أعتقد الزرافة. زرافه. السحلية هي نوع من السحليات. يعني انت وصلت الاجابه لكن الاسم الحيوان شنو؟ والله ما أتوقع ما أعرف. يلا حظ اوفر ان شاء الله. حبيبي عيون السلام عيون أخوي السلام. حظ اوفر ان شاء الله مسابقات اخرى. أشكرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. رمضان الخير علينا وعلى أمة محمد وعلى كل الأمة الإسلامية. امين يا رب العالمين. رمضان كريم. رمضان الخير علينا وعلى شعب العراق، واللهم ربي يحفظ لنا السيد السيستاني والسيد المحافظ ويحفظ كل واحد عضو ان شاء الله، ويحفظ قضاء بلد روز ويحفظ دياله بجاه هذا شهر رمضان. امين يا رب العالمين. طبعا احنا من كادر يوميات اهل بلد روز الثانيه. برنامجنا اللي هو برنامج مسابقات اسمه جاوبني واربح. راح اعطيكم سؤال واذا جاوبنا على السؤال راح تربح جائزه مقدمه من مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي. لكن لا قبل لا ابدا السؤال اريد اتعرف انه شنو عملك انت؟ أنا قهوجي في بلد روز. قهوجي زمان؟ من زمان قديم، صار بالفواتح من زمان، يعني صار لي بحدود 25 سنة قهوجي ببلد روز. هسه هنا انت بهذا المكان تبيع قهوه يعني حلوه ولا مره؟ حلوة القهوة. خلينا نذوقها ممكن يعني جزء خلينا نذوق. صب قهوه شوكولاتيه للاستاذ. الاستاذ شرفتنا واهلا وسهلا بكم. وهي حاره. وهي حاره. لازم حارة باردة ما تنشرب.
عيوني تعيش رحم الله كل والديك. الهلا بيك. طبعا قهوه كلش طيبه. هسه راح اعطيك السؤال، واذا جاوبتني على السؤال راح تربح جائزه قلت لك مقدمه من مجوهرات الحاج ناظم ممنون. المندلاوي. طبعا السؤال يقول: ما اسم اول معركه خاضها الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في زمن خلافته؟ معركة الجمل. معركه الجمل. اي معركه الجمل، نعم. متاكد؟ نعم وأثبت. السؤال مر عليك سابقا؟ لا. نعم أثبت. طبعا إجابة كانت صحيحة، ألف مبروك. هي معركة الجمل، الأول معركة. دقيقة بس شباب اعطوني إجابة. دقيقة شباب، أشوف هنا الولد بس. اصبر تعال شو تاخذ الجائزة، تتعلم منين؟ سولف لنا تعال. منو؟ سماح العمار. اسمع شباب ها؟ تبي من؟ العمار. شو اسمك؟ حسن. ابن عمار؟ ايه بس هو مو أبوك تجاوب. هذا الجواب. ايش عمه هذا محمد. يلا ماكو فرق ان شاء الله. الف مبروك، ربح الجائزه ويانا مقدمه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. رمضان كريم. علينا وعليكم إن شاء الله. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، على الشعب العراقي كله ان شاء الله. امين يا رب العالمين. طبعا احنا من كادر يوميات اهل بلد روز الثانيه اللي هو برنامجنا جاوبني واربح. متابعين البرنامج؟ إيه إن شاء الله متابعينه. شلون نشوف فكره البرنامج؟ والله الفكره حلوه ان شاء الله، والاجواء الرمضانيه ان شاء الله كلش حلوه، وهاي البرنامج طبعا هو راقي يعني شيء حلو لاهالي بلد روز الكرام. طبعا هذا من ذوقكم. بالبدايه احنا حلقتنا لهذا اليوم طبعا هي برعايه مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي. يعني راح اعطيكم السؤال، واذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون الجائزه، هي مقدمه من مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي. اهم شيء المشاركه هي. حلو، عاش ايدك. راح ابدا وياكم مباشره بالسؤال. السؤال يقول: ما هو الحيوان الذي لسانه اطول من جسمه؟ ما هو الحيوان الذي لسانه اطول من جسمه؟ يعني هو من الزواحف؟ اي الضفدع. الحرباء. الضفدع. هسه اريدكم تثبتوا لي على اجابه واحده، يعني اثنيناتكم تثبتوا لي على الاجابه. الضفدع. حرباء. طبعا اجابه كانت صحيحه، الحرباء. الف مبروك، ربحتوا ويانا جائزه مقدمه من مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. الف مبروك. يعني بعد جاك تشجيع من الجمهور، هذا كلمه اخيره. والله نشكر الحاج ناظم المندلاوي على هاي المبادره الحلوه، نشكر يوميات اهل بلد روز الثانيه ان شاء الله على هاي المبادره الحلوه. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. قبلنا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله وعلى أمة محمد. امين يا رب العالمين. بالبدايه احنا من كادر يوميات اهل بلد روز الثانيه، برنامجنا هو مسابقات اسمه جاوبني واربح. راح نعطيك سؤال، واذا جاوبت على السؤال راح تربح جائزه مقدمه من مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي. ان شاء الله مستعد؟ إن شاء الله. أهم شيء المشاركة. بارك الله بكم. حلو. بالبدايه خلينا نتعرف على حضرتك. أبو حيدر كاظم. ابو حيدر، قبل لا نبدا بالسؤال شنو تشتغل انت؟ عمالة. عماله؟ يعني بشهر رمضان هم كذلك تشتغل عماله؟ نعم، يجينا رزق نطلع. يعني صايم؟ صايم والحمد لله. الحمد لله. شلون نشوف يعني اجواء شهر رمضان المبارك بالرغم انه انت تشتغل عماله؟ الله خير علينا وعلى أمة محمد، ويحفظ أهالي ديالة وبلد روز، يحفظهم ويسترهم. بارك الله. منو ابنك نايه؟ أولادي حيدر وسجاد. شو اسمه؟ حيدر. حيدر؟ سداد. شو تقولون ابوك راح يجاوب لو لا على السؤال؟ جاوب. إن شاء الله. اعطيه سؤال سهل لو صعب؟ كيفك؟ راح اعطيه سؤال بما انه احنا في هذه الايام تمر علينا ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام، لذلك راح اعطيك السؤال يخص هذه الذكرى. نقول هنا السؤال يقول: متى واين استشهد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام؟ متى واين استشهد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام؟ مسجد الكوفة. حلو، وصلت انت الاجابه. انت اخذتها من ابنك مو؟ 21 رمضان مسجد الكوفة. 21 رمضان مسجد الكوفة. نفس السؤال. ثبت إن شاء الله. خلينا اجي. حيدر، مو قلت لي؟ حيدر هاي المعلومه سمعانها؟ لو انت متابع؟ لا متابع قناتكم. متابعها؟ يا حلو، كانت الاجابه صحيحه. الف مبروك، ربحتوا ويانا جائزه مقدمه من مجوهرات. الف مبروك، تستاهل طبعا الجائزه. حيدر، الجائزه نعطيها لابوك لو لا؟ لا ما كفى اثنين.
كلمة أخيرة. بارك الله بكم ورحم الله والديكم، نشكركم على هاي جهودكم الطيبة. شكرا جزيلا. شكرا لله حبيبي جميل. إذا أحبتي المتابعين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. طبعا كنا اليوم في شارع الشهداء وإقبال المواطنين في هذا الشارع مستقبلين عيد الفطر المبارك. طبعا حلقتنا لهذا اليوم هي كانت برعاية مجوهرات الحاج ناظم المندلاوي الراعي الرسمي لهذه الحلقة. إن شاء الله تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. في الأخير لا يسعني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى فريق العمل. انتظرونا في حلقات أخرى.